ثاني وصفة في سلسلة حلو العيد، زوزة شوكولا بلون بيستاش. تابعونا باش تعرفوا الوصفة بالتفصيل ونستناو دعمكم وتشجيعكم كالعادة. للجناش استعملنا 100 جرام شوكولاتة بيضاء، صبينا عليها 100 مليلتر كريم ليكيد تغلي، زدناها 50 جرام بات بيستاش، مغرفة زبدة صغيرة ورشة ملح. نغطيو الجناش بفيلم اليمونتير او كونتاكت ونحطوها في الثلاجة ساعة أقل حاجة. للعجينة ناخذ عجمة كبيرة، 90 جرام سكر، شوية فانيليا، رشة ملح، 150 جرام زبدة في حرارة الغرفة، 300 جرام فرينة، ونص مغرفة متاع قهوة خميرة مرطبات. نلمو الخليط من غير ما نعجنوه، ومن بعد نخليوه يرتاح في الثلاجة لمدة نص ساعة. نوزنو كعبات الزوز على حسب الاباري اللي عنا. نعملو شوية زبدة في الاباري قبل ما نطيبو فيها. بعد ما يطيبوا كعبات الزوزة نخليهم يبردوا تماما ونسمحوهم بالطريقة هي. في باماري ذوبنا شوكولات كوفرتور بيضة ولوناها بالروز، صبينا الشوكولا في مول بسيليكون وحطينا عليها كعبات الزوزة. بعد حطيناهم لمدة ساعة في الثلاجة. نحيوهم من المول ونعبيهم بالجناش متاعنا، ولصقناهم بشوية شوكولات كوفرتور. وإن شاء الله تكون عجبتكم وصفتنا لليوم. وهذه